بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. بسم الله توكلنا على الله. دي كوبايه من الميه كده. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بألف خير وبصحه والسلام. نصلي على الحبيب المصطفى خير خلق الله محمد وعلى اهله الطيبين الطاهرين. وهنا معايا هنا كوبايتين ونص كده من الميه. هنعمل كده بالصلاه على الحبيب المصطفى. ايه ما هتعملي لنا النهارده يا ام احمد كده بفضل الصلاه والسلام على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. هنعمل مكرونه اللي هي الحلويات، المكرونه العجزيه. هنصلي على الحبيب المصطفى الهادي خير خلق الله محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي مكرونه بقى موجوده، مكرونه اسباجيتي، مكرونه طويله، مكرونه وسط، مكرونه عاديه، مكرونه الملكه، اي مكرونه هي كلها عجينه واحده. ماشي. هنصلي على الحبيب المصطفى. قلنا هنا ايه؟ حبيتين كوبايتين من الميه المغليه. كوبايتين من الميه المغليه. احنا طبعا هنا ايه عشان بسم الله ما شاء الله كده العدد بتاعنا كده بالصلاه على الحبيب المصطفى. هنعمل ايه؟ كوبايه مكرونه وشويه. هسيب بس الميه تغلي وهنقول هنعمل ايه تاني. طبعا كل الحاجات اللي معايا ديت لوازم المكرونه. النشا بتاعي طبعا النشا والفانيليا. النشا معايا اهوت والفانيليا واللبن بتاعي وكل الحاجات اللي معايا هنا بقول لكم عليها اول باول. هنصلي على الحبيب المصطفى الهادي خير خلق الله محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. شعرة ملح بسيطه كده سنه عن النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ماشي. وهنا بقى في الحله التانيه انا بسلق بقى بتنجان طويل. كل سنه وحضراتكم طيبين. ماشي. هتغلي الميه طبعا وهسلق المكرونه. ماشي يا حبايب قلب كده الغاليين. دي طبعا كوبايه هنا من الماء، كوبايه نص كوبايه، اي حاجه موجوده عندنا. انا طالما بيبقى عندي مثلا حبه مكرونه او عندي مكرونه، انا اصلا عامله مكرونه امبارح حبايه وحبايه. ماشي. فطبعا بتبقى عند المكرونه، فقلت بقى نعمل ايه بقى، نغير بقى شويه ونعمل ايه، نعمل ادي ايه كوبايه المكرونه وشويه صغيرين كمان. وهتتسلق قوي بالصلاه على الحبيب المصطفى الهادي. طبعا وانا طلعت معاكم كام مره بالمكرونه. اول ما طلعت وقلت ايه، طلعت على اليوتيوب معاكم قبل ما افعل القناه وقبل اي حاجه. ماشي. يعني هيعتبر كوبايه وربع كده. ماشي عشان العدد بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وطبعا هغلي اللبن بتاعي وهجهز حاجتي. يعني حاجتي تبقى جنب كده ايه جاهزه بفضل الصلاه والسلام على سيد الخلق محمد. والفانيليا بتاعتي وكل حاجاتي جاهزه قدامي. ماشي. ونمشي مع بعض كده خطوه خطوه بفضل الصلاه والسلام على سيد الخلق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمشي كده خطوه خطوه مع بعض كده بفضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وربنا يبارك فيكم جميعا، وربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا. دايما معايا كده على البث معايا، وتعليقاتكم الجميله بتفرق معايا كتير. ربنا يجزيكم الخير ويديكم الخير. ماشي. طبعا هو انا هسيب المكرونه تتسلق قوي لحد ما تتشرب الميه بتاعتها. مش تتشرب قوي بقى الميه بتاعتها عشان انا هسلقها منها فيه. ماشي. لحد ما اجهز بقيه حاجتي وايه وارجع لكم تاني. يا محمد حماد هنا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا معايا المضرب السلك هنا اهو. بصوا وانا سبتها ايه لما استوت خالص وبعملها ايه بالمضرب السلك عشان ايه اوريكم التسويه بتاعتها، عشان انا هحتاج الميه بتاعه سلق المكرونه. ماشي. ايوه. اوريكم بقى ايه
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. شايفين سلقت معايا ازاي؟ انا عايزاها تبقى ايه مسلوقه كده. شايفين كده ايه؟ هشيلها من على النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهله الطيبين الطاهرين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وهنعمل في نفس الحله برضو، في نفس الحله هغلي فيها اللبن. نفس الحله هقوم غلي فيها اللبن عشان هنقول لكم هنعمل ايه بالظبط. لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي طبعا مكان سلق المكرونه يعني مش حاجه ولا كده. ماشي اهو. احط بقى اللبن بتاعي. طبعا انا جايبه نص كيلو لبن، وكان عندي ايه حبه حطاهم في الثلاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. نفتح الكيسه عشان مقفوله قفله جامده. ماشي يا غاليين كده بالصلاه على الحبيب المصطفى الهادي. ماشي اغلي اللبن وارجع لكم نقول هنعمل ايه تاني. نغلي اللبن ونشوف هنعمل ايه تاني. تعالى يا محمد كده، تعالى يا محمد. يلا يا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كده بالصلاه على الحبيب المصطفى انا غليت اللبن بتاعي. هنا غليت اللبن وادي المكرونه بتاعتي اللي انا سلقتها معاكم. هنعملها بقى حاجه واحده اهو. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهله الطيبين الطاهرين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. عشان ايه تبقى كل حاجه مع بعضها كده بالصلاه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ماشي. وهنا ايه اللبن والمكرونه اللي اتسلقت والفانيليا بتاعتي هنا كده بالصلاه والسلام على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنعمل ايه تاني؟ هنا معايا النشا. ونحط الاول السكر بتاعي كده بفضل الصلاه والسلام على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. نصلي على الحبيب المصطفى الهادي. طبعا سلقنا المكرونه زي ما قلت لحضراتكم وغلينا اللبن. ماشي. وهنعمل ايه تاني؟ هتعملي لنا ايه تاني يا ام احمد كده بفضل الصلاه على سيد الخلق؟ هنا كوبايه كده، كوبايتين الا ربع كده من السكر. كوبايتين الا ربع من السكر لايه؟ للمكرونه. اللبن اللي انا عملتها والفانيليا مع حضراتكم. ونصلي على الحبيب المصطفى الهادي. طبعا هسيبها تبرد، مش هيبقى ناقصها ايه بقى هنا غير ايه بقى؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. هنجيب هنا بقى ايه النشا بتاعي كده. شايفين النشا؟ لا اله الا الله اهو. عشان كده تبقى منشيه وتبقى جميله. هي كده كده هي المكرونه منشيه. عايزين تعملوا تحطوا نشا حطوا، وما تحطوش ما تحطوش. هنحط شويه صغيرين خالص من الميه، او لو كان في لبن. بس انا بقى ايه نسيت ان انا اشيل حبه من اللبن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هسيبها بقى ايه تبرد شويه كده واقوم ضربها في الخلاط. وبعد كده الخطوات الجايه اقول لكم هيتعمل بيها ايه. ماشي كده بفضل الصلاه والسلام على سيد الخلق محمد. تعالى يا محمد دقيقه واحده كده يا محمد. ماشي اهو كده. احنا حاطين ايه كوبايتين الا ربع من السكر، وسلقت زي ما قلت لكم كوبايه وربع من المكرونه، وحطيت وقلت لكم نص يعني كيلو الا ربع من اللبن. ماشي. تبرد واضربها معاكم في الخلاط ونقول لكم على الخطوات الجايه هنعمل ايه كده بفضل الصلاه والسلام على سيد الخلق محمد.
بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا بقى ايه، احط معلقه السمنه كده من السمنه اللي عندي كده بالصلاه على الحبيب المصطفى. وطبعا هغلف الصينيه اضربها في الخلاط وارجع لكم تاني نقول هنعمل ايه بفضل الصلاه والسلام على سيد الخلق محمد. هنا كده بفضل الصلاه والسلام على سيد الخلق محمد وعلى اهله الطيبين الطاهرين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عملنا ايه كده؟ طبعا ضربت الخليط بتاع المكرونه ولسه ايه هجيب بقيه الخليط. هو انا مش هصفيها، هو في ناس بتبقى تعملها كده المكرونه الحلويات بتبقى ما تضربهاش في الخلاط بتعملها حلويات، ماشي؟ انا ما صفيتهاش ولا اي حاجه، مش هقول لكم بقى انا صفيتها والكلام ده. هنصلي على الحبيب المصطفى الهادي. طبعا هسيبها ايه تاخد غلوتين كده، وادي بقيه الخليط بتاعي اللي هي المكرونه اهي. شايفين دي المكرونه بتاعتي بقيه الخليط، انا ما صفيتهاش اهو. شايفين انا ولا صفيت ولا عملت اي حاجه خالص اهو، بالطريقه دي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد نبي الامه وعلى اهله وصحبه اجمعين. طبعا انتوا عارفين بقى لما الواحد بيجي يعمل حاجه بتبقى الدنيا مكركبه من حوالين منه. فطبعا بعد ما اخلص الحاجات ديت بفضل الله تعالى كده هعمل ايه؟ ربيتها اهي. وطبعا اكيد لازم نحط حته السمنه، يا سمنه يا قشطه يا اي حاجه موجوده عندنا اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحله التانيه دي طبعا انا بسلق فيها بتنجان طويل، هوريها لكم برضه اهي. شايفين اهو بتنجان طويل، دي بتنجان طويل. مش عارفه بقى انتوا شفتوه ولا لا، بس دقيقه واحده هوريه لكم اهو. طبعا البتنجان الطويل طلع، كل سنه وانتم طيبين. يبقى بيتخلل بقى جنب اي حاجه، طبق فول بطماطم جنب طبق ملوخيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنب اي حاجه. دقيقه واحده اما اجيب المعلقه الثانيه عشان اغلف معاكم الصينيه. وطبعا هحطها في الثلاجه لمده تلت ساعه، احطها في قلب الفريزر عشان هتتشمع، وبعد كده احطها في قلب فرن البوتاجاز، ماشي؟ لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ويا جماعه الخير البرنجان بتاعي اتسلق معايا، البتنجان زي ما انتوا بتقولوا، انا بقول عليه برنجان بس هو حقيقي بتنجان اهو. دي البتنجان اتسلق معايا واتهرى خالص خالص، عايزه هنشيل بقى المعلقه دي كده، ماشي؟ وهنعمل ايه كده؟ طبعا لازم اسيبها تاخد لها غلوتين كده. بالاحسن ما نصفهاش، هي هتتصفى ليه؟ هي مكرونه حلويات يا جماعه، هي مكرونه حلويات. دي بقى طريقه عمايل المكرونه اللي هي الحلويات الدمياطي، ماشي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. كله في حله واحده. ازاي؟ سلقت المكرونه فيها، غليت اللبن فيها وسويتها برده فيها اهو، بدل ما نعمل مليون حله وحله، لا هي حله واحده كده بالصلاه والسلام على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين اهو؟ انا بقى عايزه القوام الحلو ده بقى، والفانيليا بتاعتها فيها، والنشا، الفانيليا والنشا واللبن والسكر وكل المحتوى بتاعها فيها، والسمنه وكل حاجه. ولازم سنة عن النبي نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام شويه صغيرين من الملح. شايفين؟ ايه رايكم بقى في الاواني الجميل دي بقى؟ وتقولوا لي بقى ايه رايكم، انا بعرف اعمل ولا لا بفضل الصلاه والسلام على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. هنا بقى معاكم هنعمل ايه كده؟ شمع الصينيه بحته السمنه يا عينيا، وتقولوا لي ايه رايكم في المكرونه العزازيه. ونشيل قشره لب البطيخ دي يا عينيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ انا كده بفضل الكيسه بالايه؟ بايدي. هنقفل على المكرونه كده خلاص كده، ماشي؟ وايه، وهدهنها كده بايدي. ايدي طبعا نظيفه كده، بستعمل ايدي كده على طول
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهصبها معاكم بفضل الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وهدخلها الفرن. ماشي. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ادي صينية المكرونة اهي، سبتها بقى تتغلف، وطبعا ادي الحلة اهي، ولا هي محروقة ولا اي حاجة. هشيلها طبعا تتغسل بقى كده، هشيلها من حوالين مني كده تتغسل. وهنعمل ايه؟ طبعا عندي سمنة بشيلها في التلاجة غير الظرف اللي هو خلص ده، دي غير الظرف اللي خلص ده، بس كانت طعمها ايه تحفة. اسمها ايه؟ الاميرة، طعمها تحفة، ولا السمنة البلدي بصراحة. ودي برضو حلوة. هنغلف هنا كده بالصلاة على الحبيب المصطفى، لو في حتة قشطة فيه مفيش مش مشكلة. طبعا هغلفها كده معاكم وهشيلها في التلاجة لمدة تلت ساعة، واقوم مدخلها بقى الفرن. هتشوفهم احلى صينية مكرونة. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، وربنا يكبر بخواطرنا وبخواطركم، ويديكم ويرضيكم ويرضى عنكم يا رب. احسن ناس في الدنيا كلها بره مصر وجوه مصر، لحد ما يعني ايه احطها في التلاجة تتغلف شوية، واكون انا عملت حاجة يا غاليين عليها. ماشي اهي، شايفين؟ بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد. بوزعها عليها كده، وهشيلها بقى من قدامي عشان بقى اغسل بوتاجازي واغسل مواعيني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله الطيبين الطاهرين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحد ما ارجع لكم تاني يا غالي. هنا كده هنصلي على الحبيب المصطفى الهادي. هنا كده غلفتها اهي، انا ما قعدتهاش كتير. وهنا طبعا الفرن بتاعي ولع كده اهو. بالصلاة على الحبيب المصطفى. هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اما كيزول وكده لما تطلع بقى هوريها لكم. دي المرحله الاخرانيه خالص بتاعت صينيه المكرونه. جزاكم الله خير الجزاء. شويه وارجع لكم تاني. على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ورجعت لكم مره تانيه يا غاليين، ونصلي على الحبيب المصطفى خير خلق الله وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. شايفين بقى؟ دي بقى صينيه المكرونه. انا لو سبتها عن كده هتتلهب في الفرن. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي بقى رايكم. مش هينفع بقى ان انا اقطعها دلوقتي خالص، بس شايفين ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. اهو شايفين كده؟ شايفين هي كده لسه ايه؟ لسه ما مسكتش نفسها. فانا قلت بقى اصورها معاكم بفضل الصلاه والسلام على سيد الخلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، لان هسيبها تبرد شويه عشان وقت الفيديو. هسيبها تبرد شويه واحطها في التلاجة. ماشي. وادي طريقه عمايل صينيه المكرونه الدمياطي. ايه رايكم بقى؟ يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. عجبكم المحتوى اللي ام احمد بتعمله، ما تنسونوش في الاشتراك واللايكات الجميله بتاعتكم. جزاكم الله خير الجزاء. احسن ناس في الدنيا كلها بره مصر وجوه مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.